السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم فيديو جديد وجولة جديدة من جولات يوميات هوبة. هنشوف مع بعض اجواء المولد سيدي الاباري. طبعا سيدي الاباري محافظة اسكندرية. طبعا مين مننا ملوش ذكريات الطفولة في المولد. هنشوف مع بعض ايه اجواء المولد ونتوكل على بركة الله. طبعا زي ما انتم شايفين كده هو بيبقى المولد عبارة عن ايه، بيبقى عبارة عن ده مولد او للضريح مثلا لسيدي المرسي ابو العباس او لسيدي ايه الاباري. طبعا كل محافظة فيها ايه مقام او مولد لحد. طبعا زي ما انتم شايفين ان هو في كل حاجة. طبعا ان هو في البريمة والطبل زي ما انتم شايفين بيبدأ البريم معاكي من اول 5 جنيه لغاية 50 جنيه، والطبلة من 10 لغاية 40. وطبعا الطراطير والزمامير زي ما انتم شايفين، والناس الحلوة الطيبة دي البشوشة بتبقى قاعدة بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده اهو. هسيب لكم برضو الاجواء تتفرجوا على المولد براحتكم وترجعوا ايام الطفولة. طبعا كل واحد مننا ليه ذكريات. ده بس هو مولد سيدي الاباري زي ما انتم شايفين. طبعا زي ما انتم شايفين ده جامع ومقام سيدي، احنا بنقول سيدي الاباري بس هو اسمه سيدي محمد الاباري. طبعا زي ما انتم شايفين بيبقى المقام محطوط بالشكل ده. ده المقام بتاعه وده المقبرة بتاعته بتبقى هو المدفون فيها. طبعا بتخش تقري الفاتحة وكده بس. اما اي حاجة بتحصل تاني جوه بتبقى كل دي يعني بدعة زي ما انتم شايفين كده. الشرايط هاتيله واحد. لا بس مفيش خضرة اهو، يحضر هناك اهو. هاتيله واحد، اجيب له واحدة خضرة هناك اهي. ايوه يا نانا كانت هناك عند ابو العباس ب5 اهي يا نانا اهي. ليه يا ست على بنت احسن؟ الله يخليك. ده بكام كيلو ب60. كيلو ب60 سايب؟ اما 60 وعندهم حلاوة ومشبك كل حاجة. وكام الحلاوة الشعر؟ حلاوة الشهر ب 35. 35 مش باين. يلا كل سنة وانت طيب. طبعا الاولاد بيبقوا فرحانين باليوم دوا عشان خاطر الالعاب وكده والمراجيح. وتاني حاجة بتبقى مدفونة حاجات ليهم في الذاكرة، يعني هما في الطفولة دلوقتي بتبقى محتفظة بيهم لغاية ما يكبروا في قلب دماغهم. طبعا انا ما شفتش حب العزيز ده من زمان خالص،
يعني اعتبر ممكن اكون نسيت شكله، اول مره اشوفه. طبعا اول مش لاني ما اكلتوش من زمان خالص. طبعا اللي ما يعرفوش هو ده بيبقى شكله كده. طبعا ده نوع من التسالي زي الترمس والفول المقلي وكده. كام دي؟ 10. اي واحده ب10، يعني اللي جبناهم لك كان احسن. لا يا سيدي وروني بس. في ناس كانوا ذابحين عجل هناك وكانوا بيعملوا وجبات، ربنا يزيدهم من نعيم الله وكله في ميزان حسناتهم. زي ما انتم شايفين الحلل كده، وكانوا بيعملوا لحمه ورز وكانوا بيفرقوا على الناس، كله في حب الله زي ما انتم شايفين. وده برضو بتاع مشاوي، عنده محل مشاوي. طبعا برضو خلى اليوم كله من اوله لاخره لوجه الله، ونبحة على سيدي الأباري. وكل الناس بقت تتعشى كفتة مشوية وفراخ مشوية زي ما انتم شايفين كده. هو يعني ربنا يزيدهم من نعيم الله. وبكده وصلنا لنهاية الجولة. يا رب يكون عجبتكم. لايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.